السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلب، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، تعملوا لايك كتير كتير للفيديو. النهاردة الفيديو بتاعنا ماما هي اللي كانت بتحضر الاكل وكده، علشان انا كنت تعبانة وكنت متعلقلي محاليل بقى وكشفت بس الحمد لله النهاردة احلى بكتير من امبارح وول. فتعالوا بقى شوفوا ماما هتعمل ايه. احنا كنا عندنا عزومة وكده، تعالوا بقى شوفوا هتعمل ايه. جابت بصل وقطعته كده وعملت الطماطم في الخلاط، وده بعد ما قطعت البصل حطت عليه زيت وتوم وقلبتهم مع بعض كده، وكمون وشطة وجنزبيل ودقة. حطت الطماطم ونزلت بالبهارات وقلبتهم مع بعض كده. وده شكلهم بعد ما غليوا. وبعدين بقى جابت الرز وغسلته، نزلت بقى بالرز على الصلصة والشبت، وحطت توم تاني وقلبتهم كده مع بعض. بعدين بقى جت وجابت طماطم وبصل وفي في أول الحلة كده في الآخر قبل ما تحط المحشي حطيتهم تحت بقى وحشت عليهم، حطت المحشي عليهم. وده بعد ما حشت شوية وقربت تخلص. تسلم ايدك طبعا يا ماما. وده بعد ما خلصت خالص جت بقى جابت غسلت الفراخ كده واللحمة مع بعض
وجابت ملح ودقيق وليمون وخل، ونقعتهم بقى شوية. وغسلت اللحمة كده، حطيتها برضو، طلعتها من المية، وجت برضو غسلت الفراخ تاني. بعدين بقى جت حطت اللحمة في المية، وقطعت البصل كده، وكده وهي تقشط اللحمة وتشيل اللي عليها كده. احلى لايك طبعا لماما، بجد تسلم ايدها بجد، يعني الاكل كان تحفة. وبعدين بعد ما قشطت اللحمة كده حطت بصلتين والبهارات بقى، ورق لورا وحبهان وقرفة وكمون، فلفل اسمر، لا مش فلفل اسمر وجنزبيل. وجت بقى جابت على البصل، حطت فلفل اسمر وكمون وجنزبيل، وقلبتهم في بعض كده، وحشت الفرخة. بعدين بقى جابت حلة فاضية، وحطت فيها حبة زيت صغيرين، حطت الفراخ، حطت عليهم ورق لورا وقرفة برضو، حطت بصلتين كده من غير ما تقطعهم، وقطعت بطاطس. ده شكل اللحمة وهي كانت بتغلي، والبصل، وقطعت طماطم شرايح كده، وفلفل برضو، شطة، وفلفل عادي. وجت بقى جابت لحمة مفرومة وحطت بصل وشبت وكمون وملح، وقلبتهم كده مع بعض. وقطعت كده البطاطس شرايح برضو، وحطت بقى مية على الفراخ، وجابت حلة تانية وحطت فيها زيت. ده شكل الحاجة وهي كانت بتغلي. وجابت بسلة، حطيتهم في الزيت كده، وقلبتهم مع بعض الأول. وجابت توم وبصل، قلبتهم مع بعض. وشطة وكمون وجنزبيل ودقة، وقلبتهم مع بعض، سابتهم مع بعض كده شوية.
بعدين نزلت بالطماطم قلبتهم، جت بقى رصت البطاطس في الطاسة، والفلفل والطماطم، وجابت حلة فيها مية وحطت فيها حبة زيت برضو، حطت مكرونة، وبعدين جت حطت البصل، لسه تحط البصل، ودي المكرونة بعد ما اتسلقت وكده صفيتها، وبعدين جت حطيتها في الصلصة، قلبتهم في بعض كده، وبعدين جابت معلقتين صلصة عليهم كمون وجنزبيل ودقة، قلبتهم في بعض كده، وبعدين جت جابت بودر حطيته على اللحمة وقلبتهم برضو في بعض كده، وبعدين بقى عملتها صوابع كده الكفتة، وحطيتهم على البصل والبطاطس والفلفل والطماطم، حطيتهم عليها كده، وده شكلهم بعد ما خلصتهم. نزلت بقى بالصلصة اللي كانت عاملة ده، بعدين بقى جابت المحشي حطت عليه شوربة كده من فوق، وبعدين جابت الفرخة بعد ما استوت حطيتها في طاسة عشان تحمرها وكده، جابت عليها صلصة وعملتها كده عليها دهنت عليها صلصة من فوق، وبعدين بقى المكرونة ساعة ما استوت وجابت شعرية وحمرتها، بعدين بقى بعد ما الشعرية احمرت نزلت بالرز قلبتهم مع بعض كده، حطت مية، وبعدين هي بتعمل العصير، ودي شكل الكفتة بعد ما طلعت والفراخ، ده الأكل. متنسوش الاشتراك في القناة بقى، ويا رب أكل ماما يكون عجبكم، ومع ألف سلامة، أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله، مع ألف سلامة، باي.